يلا نعمل ديكلاترينج لهذا الدولاب اللعين. صباح الخير او مساء الخير على حسب بتتفرجوا عليا امتى. لو اول مره تشوفوني، انا نوران وبعمل كونتنت عن الوكاله، عن الاستدامه، اللبس المستعمل، ستايلينج، حاجات كده مختلفه. لو انتوا انترستد ممكن تعملوا سبسكرايب، ممكن تعملوا جرس التنبيهات عشان تشوفوا كل الفيديوز اللي انا بعملها، وممكن طبعا تعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكم، وتعملوا شير لاي حد مهتم لو عشان ده بيفرق معايا. يعني ايه ديكلاترينج؟ ديكلاترينج يعني ان احنا نفضي الدولاب من الحاجات اللي احنا بطلنا نستخدمها. دايما الوقت المناسب للموضوع ده هي ما بين الفصول. يعني مثلا لو احنا هنطلع الصيفي او احنا هنطلع الشتوي كده، يعني مين متاخر زيي وبيطلع الشتوي متاخر؟ انا عشان عماله اجل، عشان انا كنت ناويه اصور الفيديو ده وبجد مش قادره اصور وفي نفس الوقت اطلع الشتوي، فاتاخرت والدنيا بردت، يعني الدنيا بردت عندنا جدا. المهم يعني ان شاء الله الفيديو ده يقوم بالسلامه واخلصه له اديتنج ونزله. عايزه بقى بجد افضي الدولاب تفضيه محترمه. يعني فعلا في حاجات بقالي كتير قوي بحبها بس ما بلبسهاش، فلازم اتخلص منها. الفيديو ده مش سبونسرد ولا اي حاجه، بس في ابلكيشن اسمها درزه، كان بقالي فتره كده بشتغل معاهم، حلوين جدا جدا، عاملين زي بوش مارك والحاجات دي بتاعت بره، اللي هي ابلكيشن بقى نظيفه وكده، ممكن تصوروا حاجاتكم وتبيعوها بمنتهى الشياكه والاناقه واللباقه. انا اصلا سهل قوي ابيع الهدوم بتاعتي على الستوريز، يعني عشان انا كونتنت كريتور وعندي فولورز مهتمين وكده. بس الموضوع ده مجهد جدا ان انا اقعد ارد على الدي امز واقعد اظبط الشحن وباكج وكل حاجه. هما الحمد لله بيهتموا بكل الحاجات دي. انا صاحيه من الساعه 7:30 الصبح، وكنت في الوكاله وجبت حاجات، وهصور فيديو الوكاله بس في وقت لاحق يعني، فان شاء الله الفيديو ده ينزل قبل فيديو الوكاله. معرفش، قعدت اقول مش هنزل الوكاله قبل ما اطلع الشتوي، بس اهي حصلت يعني. هنفضي الدولاب مع بعض، هنطلع الشتوي، هنشوف الحاجات اللي انا عايزه ابيعها والحاجات اللي انا عايزه اديها لحد من اصحابي، الحاجات اللي انا عايزه مثلا اعمل لها اب سايكلينج، الحاجات اللي انا عايزه اتبرع بيها. يعني هقسم كده زي كاتيجوريز، اشغل فيلم على اللابتوب وانغمس في المهام اللي ورايا، و هطلع الشنط من تحت السرير، هبطل رغي ويلا بينا نبدأ. انتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته، ليه عايزني من دلوقتي احكي لك رواياته؟ فكر المشكلة. جوعت قوي فعملت لنفسي سناك او يعني عشاء، معرفش. بروتين باودر عليه اسمه ايه، كاكاو خام، وكورن فليكس وموز. بروتين باودر يعني عشان انا بتمرن وببلد عضلات وكده. اتفرج على الفيلم شويه وارجع تاني للعك اللي احنا فيه ده. انا هربت من البيت وجيت من غير ما هي تعرف. طب وايه يا سميرة، عنوانك ايه بالظبط؟ حبيتي ايه؟ عيل في الحضانة؟ لا، حبيت ارضي رغبة مكبوتة جوه نفسي. طبعا بس ايه؟ ومع ذلك ايه اللي يعقدني من الطبيخ؟ انا طول عمري مشطر على حلال البيت حلة. انت مش طول عمرك نازل شارع في كتب الطبيخ؟ انت مش مجنون، انت عيان. عايز عقدة الطبيخ تطلع منك. لا وعلى ايه؟ ميني ابديت صغير، الدولاب ده بقى شكله عامل كده الحمد لله. اوضتي عامه شكلها عامل كده الحمد لله. والستاند ما شاء الله. هفسر لكم الجيبه دي ايه في فيديو الوكاله. المهم يعني دي كل الحاجات الصيفي اللي انا شلتها. في حاجات منهم اصلا ينفع تبقى شتوي، تبقى لايرد وكده، يعني اللي هو طبقات، بس حاسه ان انا عندي لبس شتوي كتير قوي ان انا عايزه اديله فرصه يظهر ويلمع كده في الشتاء. فهشيل بقى اللبس ده عشان يوحشني كمان، ولما اطلعه في الصيف ابقى انسبايرد تاني يعني.
ولو ان في حاجات وانا بحطها تخيلت ان انا عايزه ابيعها وعايزه افضي الدولاب شويه، بس قلت لا خليها وخليني اقضي الشتاء، وبعدين وانا بطلع الصيفي اعمل نفس الكلام. اوكي، دي معظم الحاجات اللي انا عايزه اتخلص منها. هقول لكم في الاخر انا هعمل فيها ايه، يعني اللي هبيعه واللي هخليه للبراند واللي مش عارفه هعمل ايه. يعني هقول لكم بالظبط التفاصيل. اعتقد في مش اعتقد، هو حقيقي في شنطه تانية فيها الجواكت بتاعتي ربنا يستر، بس غالبا الجواكت انا هعلقها بره هنا. يعني في حاجات هنا ممكن اوديها الورشه احسن. الدولاب بتاعي شكله عامل كيتس. انا عايزه ديكلاتر كل حاجه، ديكلاتر الشنط وديكلاتر البنطلونات كل حاجه. stay tuned. اوكي دلوقتي هفتح الشنطه دي وهطلع منها الجواكت وهعلقها، وبعدين هتاكد ان مفيش اي حاجه صيفي تاني، وبعدين هدخلها، وبعدين بقى هقفل المرتبه وكل حاجه. كده بقى هبتدي اوريكم انا عايزه اعمل يعني الحاجات اللي عايزه ابيعها وكده، هوريها لكم بالظبط. مش استظراف، انا نسيت فعلا الموبايل في الشنطه. عشان هتجوزك. سميحة بصراحة عدى يومين وحال الأوضة يعني زي ما انتوا كده شايفين بالظبط، بس الدنيا ظبطت في حاجات، فاضل لي بس حاجات بسيطة قوي. دخلت اسمه ايه ده، دخلت الشنط تحت السرير فاضل بس ارتب اللي فوق السرير. دي البايل بتاعه الحاجات اللي انا عايزه ابيعها اوديها لحد او كده، ولسه هتزيد كمان لان انا ناويه ادخل في الجزم والشنط كمان عشان انجز. بس انا بجيب لبس كتير قوي، فبصراحه حاسه انه في حاجات كتير في دولابي ما اقدرش استغنى عنها وبحبها بجد 100%، وفي حاجات بحبها او بحب فكرتها بس مش عجباني 100% او مش انا 100%. فليه اخليها في دولابي ودولابي يبقى بالشكل البشع ده واكتر كمان؟ الاحسن ان انا ابيعها واكسب فلوس مثلا تفيدني معرفش، او مثلا في حاجات بقى عايزه اغيرها. انتوا عارفين الجو ده اللي هو فيه جاكيت كده هقصره، يعني مش هقول لكم التفاصيل دي كلها دلوقتي. دي حاجات لسه جايباها من الوكاله هعمل لكم هول قريب. بلس في حاجات برضو لسه جايباها من الوكاله جايه من دراي كلين اهي. بس يعني دي شويه حاجات. خلوني بقى دلوقتي هعمل ايه. هنا في صنادل كتير صيفي انا بخليها في البوكسات بتاعتها. الصنادل دي هوديها في جزامه بعيد كده، وهقرب الجزامه البعيد دي عاده بحط فيها البوتس بتاعت الشتا لما مش بلبسها. انا ابتديت اجيب شويه بوتس اهي، فهجيب بقى هودي الساندلز واجيب باقي البوتس احطها ارتبها هنا في الحته دي، لان الحته دي شكلها مبهدل قوي. دلوقتي بقى هغوص في حته البنطلونات وحته الشنط برضو. انا طبعا الشنط لو انتوا بتتابعوني بحطها هنا وهنا. هاي جيجي. بس في شنط برضو اكتر هنا، اللي هي الشنط بقى اللي هي السواريه وشنط البحر والحاجات دي، برضو في حاجات ممكن استغنى عنها. بس كده يلا بينا. Picture? What picture? Joseph, have you seen Chandler? No, I haven't seen him. Fine. Well, Dad? Your mother just added him to her list. Yeah, I can't. I'm sorry. Look, if you see Chandler, could you just tell him that I'm looking for him? And if you see Rita Moreno, let her know I'm looking for her. عايزاه تاخديه تلبسيه في البيت يعني خفيف يعني ما بلبسوش ولا في البيت ولا في الغيط، لو عايزه اخديه. وفي حاجه تانية اللي هو القميص الستان اللي لا ده تاخديه. انا مش هلبسه. هو مش انت تاخديه تاني؟ لا ما اديتهولكيش والله. ايه ده الجديد؟ عايزاه. بس انا عندي واحد اخضر بحبه اكتر مش عايزه. ايه رايك في البوتس دي؟ طويله، حاساها طويله قوي.
Hi. من هنا Hi. بجد؟ لا يعني مش عملاقه؟ Hi. هي كبيره عليا نص درجه مثلا. Not. But where the hell have you been? This is nice. Why? Never walk down the aisle knowing it can't end in divorce. ده كان هتخلص منه. قربنا. الله شكل الجواكت بتاعتي على الستاند تحفة. دي الحاجات اللي انا لسه هوريها لكم. بس كده الحمد لله خلصت. هوريكم بقى انا هعمل ايه في ايه. هوريكم بقى كل حاجة هعمل بيها ايه عشان اديكم زي انسبيريشن او حاجة زي كده، الهام يعني. دي الحاجات اللي انا طلعتها من دولابي، وبجد انا كل سنة بحاول اعمل كده، وكل سنة بكتشف قد ايه ان صعب الواحد يتخلى عن حاجة لمجرد ان في دماغه فكرة اللي هو انا يوما ما هحتاجها. بس انا دولابي ما يستحملش حاجة زي كده دلوقتي. انا عندي حاجات كتير قوي في دولابي بحبها وبلبسها كتير جدا، فليه اخلي حاجات هي حلوة قوي وعجباني بس في نفس الوقت انا ما بستفدش. جيجي اتفضلي اتفضلي، حلوة جدا بس انا فعلا ما بستفدش بيها. فتعالوا نبدأ مثلا بالجاكيت ده. هو جايب الكيس بتاعه بتاع الدراي كلين، فورمال كده، القصه بتاعته تحسوها ستينات شويه. جبته من مانجو بتاع سنغافوره من 2000 مش فاكره 2000 وكام، 2014، ولبسته بجد يعني قليل جدا، مش ستايلي قوي، انا ستايلي بوهو اكتر. وفي نفس الوقت ممكن ابدله لان انا عندي بليزر جلد عاجبني قوي، ف حاسه انا هبيعه عشان حد تاني يستفيد منه. دي بيجامه قطيفه ماما جابتها لي من فتره، بس انا البيجامات بتاعتي بحبها تكون واسعه، لكن البنطلون بتاع البيجامه دي ضيق. ده بليزر قطيفه بتاع ماما، كانت شارياه من مئات السنين وحوالي 20 سنه ولا حاجه، اديهولها لو هي حابه تتصرف فيه او تخليه لسه في دولابها او كده. ماما برضو جابت لي البنطلون الجلد السكيني ده، هو مش جلد، هو جلد صناعي طبعا، من زارا. هو سكيني زي ما انا قلت لكم. حاولت الشتاء اللي فات البسه، لبسته بتاع 3 مرات مثلا، بس انا مش حاسه ان السكيني ستايل بيليق على جسمي. برضو ده بلوفر ماما جابتهولي من كذا سنه، وكل سنه في الشتاء بطلعه. انا عندي بلوفرات كتير قوي الحمد لله، بقى عندي كولكشن محترمه يعني. فخلاص بقى خلاص يعني، ما ده مش المفضل بتاعي، والوانه يعني مش بحبها قوي. ده كارديجان اتش&ام، كان بتاع اختي وهي مش بتلبسه فاديتهولي وانا مش بلبسه، فبرضو هبيعه. ده برضو ماما جابتهولي بولوفر كده هوت بينك، ماركته امريكان ايجل، هو بجد زي ما هو، بس انا بفضل دلوقتي اجيب بلوفرات من المستعمله من الوكاله او من غيرها، تكون قيمه من ناحيه الماتيريال. يعني ده بوليستر، ده صناعي، لكن مثلا قيمه من ناحيه الماتيريال. هصور اصلا فيديو الوكاله وهوريكم انا جبت ايه. حاجات بقى صوف، كشمير، حاجات كده تحفه قيمه. لو اشتريتها فول برايس انا مش عارفه اشتريها، لان مثلا بلوفر كشمير ممكن يبقى ب 11000 جنيه. انا بصور يا بابا. ماشي. انا ممكن اجيبه من الوكاله ب 150 جنيه. فانا ابتديت بقى اجمع كولكشن كده بلوفرات مش بوليستر، وفي نفس الوقت البوليستر اللي انا بحبه بخليه برضو بلبسه عادي. وهوت بينك مش لوني قوي. كارديجان دي من اوائل الحاجات اللي جبتها من الوكاله زمان قوي، بحبه ولبسته حبه حلوين يعني. بتتخانقوا ليه؟ من بروموت، ولسه زي ما هو، بس ما بقتش البسه از ماتش، فقلت برضو هبيعه عشان لبس الشتاء غالي. بما ان انا عندي لبس كتير قوي في دولابي، مش عايزه اخلي حاجات كتير في دولابي مش بلبسها، وفي نفس الوقت ممكن حد يشتريه بسعر كويس ويلبسه اكتر يعني. حاجات بقى صيفي كده ما رضيتش احطها في الشنطه، قلت لا خلاص هتخلى عنها. التوب ده من مانجو، بيزك قطن حلو قوي، ميديوم، مش حاسه ان ده لوني، ما بلبسوش كتير. السكيرت دي من ميد ان انديا، مش عارفه هي الستايل بتاعها كله ليس كده، ما وديتها لي، كان الاستيك بتاعها بايظ ورحت صلحته، بس الصراحه مش حاسه ان هي انا يعني. السكيرت دي لو انتوا بتتابعوني جبتها من الوكاله الصيف اللي فات، وكانت هي من غير اي يعني ظهر حد فصلها، لقيت وسطها وظبطته، بس في نفس الوقت انا عاجبني قوي الباترن بتاعتها، بس مش حاسه ان انا ممكن البسها يعني. هبيعها بسعر حلو قوي. التوب الستان ده ماما اديتهولي، ما كانتش عايزاه، هو من سبلاش. عندي توبات تانية بحبها اكتر منه. قصته حكايه. ده بصوا هو ليه زي ديل طويل كده، انا اللي عامله الديزاين ده، مفصله زي بنطلون وتوب كده منفوش بيبلم، اللي هو منفوش من عند الوسط،
من فتره كبيره لفرح صاحبتي من كذا سنه يعني. وبعدين ما بقيتش احب قوي الستايل بتاع التوب، فرحت شايله الحته المنفوشه ورحت عامله له حزام طويل كده كده قوي. فانا مش عارفه، انا هقيسه واشوف اذا كان انا عاجبني الستايل بتاعه لسه ولا لا. يجيبونيني دايما مش بيظهر هنا معانا. اوكي، الجاكيت ده برضو من اوائل الحاجات اللي جبتها من الوكاله. الحقيقه صاحبتي هي اللي نقتهولي. بحبه جدا جدا، بس هو مشكلته ان هو طويل وفتد، فلازم مش بيتلبس تحتيه لايرز كتير قوي يعني، بيتلبس زي ما هو كده. فانا بقى فكرت ان انا السنه دي، هو بقاله سنين عندي بجد، فكرت وجبته ب 15 جنيه ساعتها. فكرت ان انا هقصره واخليه كروبت، وبس انا عاجبني الحته اللي هي الباترن اللي تحت دي، فغالبا هقصها واقصه وازود الحته دي اللي فوق كده. ده هيروح في البايل اللي انا هوديها الورشه، لان الورشه فيها مكنه الخياطه بتاعتي. بمناسبه بقى بايل الورشه، فاكرين الفستان اللي انا لسه جايباه من الوكاله اللي هو شكله فينتج قوي ده؟ في قطعه هنا، فانا هعمله بالدانتيل كده، فبرده هيروح البايل بتاعت الورشه. عشان انا ناويه ان شاء الله ابيعه في البراند بتاعتي، وهفهمكم بقى ليه في حاجات هنا هتخلى عنها بس مش هبيعها في البراند بتاعتي. يعني مثلا التوب ده برضو جبته من الوكاله من سنين السنين، وكله حشرات، بس انا مش بلبسه عشان هو الحته بتاعته دي مفتوحه قوي، فهو محتاج برضو حد ستايله معين يعني. عجبني قوي، فغالبا هبيعه في البراند بتاعتي، لان انا عايزه البراند يبقى ليها استاتيكس او ستايل معينه. فهخلي حاجات الفينتج اللي انا شايفه لايقه على البراند، رغم ان انا هخسر فيها، لان انا الحاجات دي في حاجات كتير جايباها يعني جايباها غاليه. جبته من بيج اسمها فانكفاي، البرنت بتاعته تحفه. البيج دي بتبيع فينتج، بس للاسف انا مش بلبسه، فمش عارفه، هفكر اصوره لاخويا، هشوف لو هو حابب حاجه زي كده. الجاكيت ده واحده من الفولورز بتوعي اشتريته من براند حلو قوي بحبها بتبيع فينتج، بس هو ما كانش مقاسها، فاتقابلنا وبعتهولي يعني. هو للاسف للاطفال، وانا سايز ممكن ابقى سمول او ميديوم فوق، بس في نفس الوقت هو بجد الكم بتاعه قصير قوي، حاسه انا بلبسه ببقى عامله كده فمش مريح، بس هو عاجبني قوي الستايل بتاعه، فغالبا برضو هبيعه في البراند بتاعتي لان هو قيم و100% صوف. القميص ده برضو صاحبتي اديتهولي، الفكره ان هو مبقع من هنا، كان جاي عليه الوان، فانا حاسه ان انا ممكن مثلا هقصه يعني. اللون ده عندي من اولى كليه، من حوالي 10 سنين مثلا، واخر لما زهقت منه ادم قوي فحطيت فيه الصدف ده، بس ما بقتش البسه بالصدف، فبفكر اشيل الصدف وارسم عليه مثلا. الجاكيت ده كان، معلش الجيران النهارده يوم الجمعه، فالجيران احفادهم تقريبا بيجوا لهم حاجه. الجاكيت ده كان اوردر ورسمته، وصاحبته رفضت كذا مره تستلمه، مش فاهمه ليه. هبعت لها اخر مره واقول لها لو حضرتك مش حابه تستلميه انا ممكن ابيعه، لان يعني هي ما دفعتش ثمنه ولا اي حاجه. اول ما اتحجبت كنت بلبس اشاربات قطن كده، ودلوقتي ما بقتش البسها يعني، بقيت بلبسهم مثلا في الجيم، في الورشه، حاجات كده اللي هو بهدله يعني. ف هختار منهم الحاجات اللي شكلها نظيف وممكن تتباع وهبيعها. اوكي، الشنطه دي من دالي دريس، ماما اديتها لي وادتني كذا شنطه اصلا معاها، بس انا مش حاسه ان هي ستايلي، فبرضه هبيعها. والشنطه دي، انا عندي شنط مطرزه في سانت كاترين كتير. بعت السنه اللي فاتت باك باك حمرا كده فيها تطريز، والسنه دي حسيت ان انا من ساعه ما جبت الشنطه دي وانا ما بلبسهاش، وعندي غيرها واحده صغننه كروس بلبسها كتير، وعندي برضو واحده توت باج مطرزه سانت كاترين بلبسها كتير، فحاسه ان دي انا ممكن اتخلى عنها اديها لحد اكتر ممكن تعجبه يعني. نيجي بقى على الجزم، عشان كده يا جماعه بقول لكم جيبوا جلد طبيعي عشان يعيش. الجزمه دي من برشكا، جايباها من ايام لما كنت بشتري من الفاست فاشن، بجد من زمان جدا، بسبب ان هي جلد طبيعي. بصوا شكلها زي ما هي، بس هي كاوبوي بوتس، الستايل بتاع الكاوبوي بوتس ده سودا وانكل بوتس كده قصيره، فحاسه ان انا ممكن ابيعها لحد يستفيد بيها اكتر، وهي جلد طبيعي فبجد شكلها بيرفكت يعني. والجزمه دي هيلز عندي ابتدت تقشر من زمان، وبدات ارسم عليها بس ما كملتش الرسم، ممكن بقى اوديها الورشه عندي اكمل الرسم في بروجكتس كده كانت متسابه ما بعملش فيها حاجه. الجزمه دي بقى لها كتير قوي عندي، بس ابتدت من الركنه الاحشاء بتاعتها تبوظ، فهديها بقى البنك الكساء. عندنا في مصر
حاجه دارجه جدا ان احنا نتبرع بالهدوم اللي احنا مش محتاجينها. الناس محتاجه فلوس اكتر من الهدوم، لان في هدوم بتكون غير مناسبه. فانا بسبب ان في مبادره في بنك الكساء عندنا في مصر، هما بيشتركوا مع مثلا براندز بيجيبوا الهدوم، يا بيبيعوا الهدوم دي لناس عاديه، يعني بيبيعوها بارقام كويسه كمان عشان يستفيدوا بفلوسها في التبرعات، يا بيعملوا اب سايكلينج او بيغيروا في الهدوم دي ويعملوا زي لاين كده ديزاينر ايتمز من الهدوم اللي هي القديمه، ويبيعوها برضو بسعر حلو محترم لناس فعلا هتشتريها وتقدرها، وياخدوا فلوسها ويساعدوا بقى الناس اللي محتاجه بطرق تانية. لو انتوا طبعا عارفين ناس محتاجه، عارفينهم وان اون وان يعني دايركت، عارفينهم فعلا، ادوهم الهدوم دي، يعني اسالوهم حابين تشوفوا دي الحاجات اللي انا مش محتاجاها حاباها تشوفها. بس لو مش عارفين بنصحكم يا تبيعوا الحاجات بجد وتستفيدوا بفلوسها، او لما حد فعلا يشتري الحاجه دي حتى لو بسعر قليل تبقوا عارفين ان هو شاريها بفلوسه فهيستخدمها. قربت اخلص عامه. ده الهايكنج بوتس بتاعتي، هي مش مريحه خالص، بتقطع لي رجلي، بتموتها لي بسبب انها رجلي عريضه، وهي الصراحه مش احسن كواليتي جزمه اوت دورز يعني. جبت اخيرا هايكنج شوز كويسه ماركتها حلوه، فممكن اتخلى دلوقتي عن الجزمه دي واديها لحد ممكن يحتاجها. وهكتب بقى في الديسكربشن ان هو ماشي سايز 40 بس للناس اللي رجلها رفيعه مش عريضه، لان لو رجلهم عريضه لا هي بتبهدل بجد. برضو شبشبين كده لبستهم قليل قوي، كنت بلبسهم يعني على البحر بس محتاجه دول. اوكي الجزمه دي جايباها من كذا سنه، برضو جلد طبيعي، فالجلد الطبيعي بيقعد وممكن يتباع، وحاطه حشواها وكده عشان تبقى مظبوطه. هي من براند اسمها ايليا، ولبستها الحقيقه حبه حلوين، بس دلوقتي ما بقتش البسها خالص، وما لبستهاش كتير عامه يعني. بس دي كل الحاجات وده الفيديو، يا رب يكون اداكوا زي الهام او انسبيريشن، يعني ان انتوا كمان تفضوا دولابكم وتحطوا بس الحاجات اللي انتوا بتحبوها قوي وهتلبسوها. كمان لما الدولاب يتفضى شويه بتعرفوا تعملوا اطقم اسهل، ما هو في حاجات انتوا فعلا مش بتلبسوها بس متخيلين ان فكرتها في دولابكم حلوه، بس فعلا انتوا مش بتلبسوها. ده هيعطلكم وهيخليكم اللي هو حاسين ان مفيش حاجه في الدولاب تتلبس، مع ان بصوا انا متخيله عن كل دول وعندي اكتر بكتير حاجات بحبها وبلبسها. فيا رب يكون الفيديو ده عجبكم. لو عايزين تشتروا اي حاجه من الحاجات دي هحط لكم ابلكيشن دارزه في الديسكربشن بوكس. غالبا ان شاء الله لما الفيديو ده ينزل هبقى صورت كل الحاجات دي وحطيتها خلاص على الابلكيشن، فتابعوا بقى الابلكيشن. هحط لكم برده الكود بتاعي بتاع الابلكيشن لو عايزين تاخدوا ديسكاونت، لو عايزين تشتروا من هناك تاخدوا ديسكاونت. بس كده، يومكم حلو، يلا باي باي.